الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله جميعا. سنرد على هذا الشيعي الدجال الكذاب ونبين باطله، لأن الإنسان إذا يكذب فهنا يجب علينا أن نرد على هذا الكذب، خاصة أنه الكذب عند الشيعي حلال إذا كان في الحوار والجدال، فلهذا علينا أن نبين باطله. وانظروا إلى هذه الرواية التي أتى بها وسنبين أنها ضعيفة. عزيزي، تتهمني إني فارسي؟ تعلن في كتابك، في كتبك أهل السنة والجماعة، في كتاب ابن أبي شيبة في فصل فضائل القرآن يقول إن الذين يحملون العرش ملائكة الله هم يتكلمون اللغة الفارسية. يعني واحد يقول للثاني الملائكة جانم دلما الغريب أغا. يعني الملائكة اللي عندك فرس، عجم، مجوس، إيرانيين، أتطعنوا بملائكة الله تبارك وتعالى؟ نايم قاعد. تدري الملائكة تتكلم باللغة الفارسية. إذا منو الفارسي؟ أنا لو الملائكة صرت؟ شنو ردك على هذا؟ أتحدى أن تردون برد علمي. غطوه شيلوا لموه. وهو كما قال في كتاب المصنف لابن أبي شيبة: حدثنا معتمر بن سليمان عن جعفر، سنتكلم عن هذا الراوي بعد قليل، عن القاسم أي بن عبد الرحمن، وفيه كلام بين العلماء، عن أبي أمامة قال: إن الملائكة الذين يحملون العرش يتكلمون بالفارسية الدرية. هذه الرواية يقول في الحاشية رقم 1: ضعيف جدا. جعفر هو ابن الزبير متروك. وسنبين الآن تضعيف العلماء لهذه الرواية. يعني كتاب ذخيرة الحفاظ للمقدسي: الملائكة الذين يحملون العرش يتكلمون بالفارسية درية. يقول: وجعفر هذا متروك. يعني الكامل في ضعفاء الرجال للإمام بن عدي الجرجاني جعفر بن الزبير الشامي الدمشقي، يقول: وضعفه يحيى، وقال استعدي علي جعفر بن الزبير فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عباس: سمعت يحيى يقول جعفر بن الزبير ليس بثقة، وفي موضع آخر ضعيف. وأيضا رواية معاوية عباس عن يحيى قال جعفر بن الزبير ليس بثقة. وقال البخاري: جعفر بن الزبير الشامي عن القاسم متروك الحديث تركوه. ويقول: سمعت عبد الملك يقول سمعت أبا حاتم الرازي يقول سمعت عثمان بن الهيثم يقول دخلت جامع البصرة فإذا جعفر بن الزبير قد اجتمع عليه الناس، وإذا عمران بن حدير قاعد وحده، فقلت يا عجبا، أكذب الناس قد اجتمع عليه الناس، وأصدق الناس قاعد وحده. وقال عمرو بن علي: وجعفر بن الزبير متروك الحديث. إذن عمرو بن علي يقول وجعفر بن الزبير متروك الحديث، وكان رجلا صدوقا كثير الوهم. وقال النسائي: جعفر بن الزبير متروك الحديث. وكذلك سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: جعفر بن الزبير نبذوا حديثه. وبعد الصفحتين في الحاشية يقول: القاسم بن عبد الرحمن قال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعضلات، وفيه جعفر بن الزبير. قال شعبة: كان يكذب. وقال البخاري والنسائي والدارقطني متروك الحديث. وهذه الرواية التي أمامكم: يحملون العرش يتكلمون بالفارسية، يقول أن في الحاشية أخرجه ابن حبان في المجروحين وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات. فهذا حديث موجود في كتب الموضوعات. وهناك طريق لهذا الرواية أضعف من الأولى، كتاب المجروحين لابن حبان. يقول: الحسن بن دينار التميمي قال من أهل البصرة وإلى آخره، ثم قال: يروي عن الحسن ويحيى بن أبي كثير، وروى عنه وكيع ومروان بن معاوية ويزيد
إلى أن قال يحدث الموضوعات عن الأثبات ويخالف الثقات في الروايات حتى يسبق إلى القلب أنه كان يتعمد لها. تركه بن مبارك ووكيع. وأما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فكان يكذبانه. ثم قال في الصفحة التي بعدها أتى بروايته ثم قال وقد روى الحسن بن دينار عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه ضعيف كما قلنا في المقدمة. لسان الميزان للإمام ابن حجر يقول قال البخاري أي عن الحسن بن دينار تركه يحيى وعبد الرحمن وابن مبارك ووكيع. ويقول في الصفحة التي يعني بعدها بصفحتين قال عباس سمعت يحيى يقول الحسن بن دينار ليس بشيء. وقال الفلاس أجمع أهل العلم بالحديث أن لا يروى عن الحسن بن دينار. وقال أبو الحاتم متروك الحديث كذاب. وقال ابن عدي وقد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه. وقال أبو خيثمة كذاب. وقال أبو داود ليس بشيء. وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال الجوز جزاني ذاهب. وقال الساجي كان يتهم ويكثر الغلط تركه وكيع وابن حنبل. وقال أحمد كان وكيع إذا أتى على حديث الحسن بن دينار قال أجزي عليه أي اتركه. وذكره ابن سعد فقال ضعيف في الحديث ليس بشيء. وذكره في الضعفاء كل من ألف فيهم. انظروا إلى ترجمته كل هؤلاء ضعفوا. كتاب معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة للإمام المقدسي يقول إن الملائكة حول العرش يتكلمون بالفارسية فيه الحسن بن دينار تركه أحمد ويحيى وكذبا. هذا طريق آخر فيه الحسن بن دينار وهو كذاب عند أحمد ويحيى وغيرهما. وهناك لفظ آخر لهذه الرواية تشابه يعني اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع للإمام القاوقجي يقول إذا أراد الله أمرا فيه لين أوحى به إلى الملائكة بالفارسية درية وكلاهما موضوع يعني حديث هذا والذي قبله. فانظروا إلى الحاشية يقول الموضوعات واللآلئ وتنزيه الشرع كتب موضوعات هذه أتحدى أن تردون برد علمي غطوه شيلوا لموه